هاي السفارة الكويتية كفيلكم العباس مستعدين نطب على الكويت. هنا نجوز القوات العراقية وما عندنا مشكلة وياها وما نتصادم وياها لأن اخواننا وتاجراتنا ونفتخر فيهم، لكن بالنص على الحدود الكويتية نزحق على راس الحكومة الكويتية وعسكرها ونطب على الكويت وننعل ابوهم يا ابو شريفهم. احنا زلم البصرة ما عندنا خط احمر وما عندنا تاج راس وما عندنا شيء اسمه قلبنا ميت الله وكلكم، وقلبنا ينبض بالعراق وبأرض العراق وبماء العراق ومستعدين نضحي بأنفسنا من أجل العراق. من في قلبه لما صدام قاعد يصفه خيمة سفات ويتنازع عن كل شيء حتى عن أرضه، هذا اللي ابن العوكة. يعني إذا لما يتنازع عن الكويت عن البصرة يعطيكم البصرة يخزون يصير واحنا يد السلام ما فينا. لا تستغلون ضعفنا، لا تستغلون هذا المشاكل الداخلية. ترى العراق قوي والعراق يحترمكم. يقول جار، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجار قبل الدار. يا سلام يا كويت، ردي إلى عقلك وفكري وقولي هاي الأراضي أراضي عراقية. والسلام يا كويت. من أمام السفارة الكويتية نوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء تشكيل لجنة طارئة وتحديد لجان مختصة برسم الحدود ووضع النقاط على الحروف ما بيننا وبين دولة الكويت. لا نريد ناخذ شبر من الكويت ولا نسمح لهم ياخذون شبر من أرض العراق أو مياه العراق الإقليمية أو الاقتصادية. حدودنا خط أحمر والعراق خطين أحمر مو خط واحد. بالتالي كل من يعرف نفسه كل من يعرف قيمته رحم الله من عرف قدر نفسه. ويا الكويت ما اريد نذكرش بالتسعين اللي سووا اجدادنا وعمامنا واهلنا. ترى فاتوا عليكم وطيحوا حظكم وخلوكم خيركم شيخكم ركض للسعوديه لبد نزاع قالوا وشرد، ومستعدين نعيدها. الجيل الحالي اشرس واقوى من الجيل الماضي، خليها في بالكم. احنا طالعين من صلب زلم وولد زلم وما عندنا شيء اسمه خوف، نخوف بس من رب العالمين لان هاي الرقبه الله حطاها والله يشيلها، وما عندنا خطوط حمر. جاي تشوفون هاي الاعداد يمكن 15 شاب طلعوا بس من البصره واقفين امام السفاره، وعدد القوات الامنيه يمكن بالالف واقفين لحمايه السفاره وحمايه المتظاهرين. ونكرر اسعد العيداني ما تطلع بالاعلام وتقول هاي الشباب طلع على مود انتخابات، كلامك مردود عليك. هاي انت تفكر بالانتخابات، روح شوف نواب تصميم شنو سووا للبصره، شنو قدموا. انطيني نائب واحد من تصميم قدم للبصره وبعدين تعال احكي بالانتخابات. عيب، ما بيهم واحد مرشح، واذا سامع بي انا مرشح فانا ابن البصره ومن حقي ارشح واخذ بزودي وبزود الناس الشرفاء. واضح؟ حتى نشيلكم كلكم من جذوركم. شكو واحد فاسد بالبصره نشيله ما نخليه بعد. لا تعتقد يا كويت بان احنا نلقى اراضينا، هاي اراضينا بقصر، هاي قصر على ياسر. هذه انت تقول هاي ارضي، انت ارضك للمطلع، وهاي مال نور السعيد مزوره اكررها مزوره. توني بلير هو قاعد يخطط بالاراضي، وهذا توني بلير بريطاني ماسون صهيوني اعطيته كم فلس يحدث بالاراضي وياخذ الاراضي ويضمها للكويت. فيا كويت ردي الى عقلك وردي فكري وقولي هاي جارة العراق، والعراقيين ترى ابطال. ها شو شوفوا اشاوس بالقران حق للدرس